كم تعطينها ملوك من 10؟ 2. شوية عنده وايد ليمون عليه. انا اعطيها 10 من 10. جميلة كم تعطينها من 10؟ 10. نرمين هذي مو انا. هذي. هذا شو؟ هاي الأكل. ركز. ها 100 100 100. لا مليون على 100. شوفوا الطريقة شلون. زين بنبدي اول شيء بحط زيت زيتون وبحط نفس ما قلت لكم اول شيء انه يكون على سوتيه، ننتظر يصير حار بنحط عقبه البصل. عادة الاير فرايرز ياخذون وقت وايد فشوية صبر بس النتيجة روعة. انزين سخن عندي اوكي. طبعا انا ابغى اقول لكم ان الكاميرا مان مال مني احمد احسن شيء، فبحط البصل واحمد مستعد عشان ياكل. بنحط البصل شفتوا نطرت عليه يصير حار. حطينا البصل ما في ياخذ لون، ابي بس يذبل. تمام. ننتظر عليه شوية لما يذبل، يعني بياخذ تقريبا 5 دقائق، اقل من 5 دقائق. بزيد الزيت عندي هني، انا مسكه وانا انسى ان انا فكيته. المهم بزيد الزيت عندي وننتظر عليه كلش قليل، ما نبي ياخذ لون كلش خير شر. حلوين اوكي. انزين الحين اكو بدا يذبل عندي، شوفوا بدا اللون البنفسجي يروح. انتظر على اللون البنفسجي يروح. اول ما يروح اللون البنفسجي عدل بنحط الطماط والبقدونس والبقايات الاشياء. زين طريقة وايد سهلة بس لا تزيدون المواد لو سمحتوا، لا تحطون وايد خضرة يطلع مو حلو، يطلع طعمه كنا حنة. المهم بنحط اكو طماط. مستانس احمد شو اسمه مبرمج اليوم. زين حطينا الطماط. الحين بحط عندي عيش مصري منقوع. تمام. شوفوا عجيبة احمد ما سألتي ليش عيش مصري مو بسمتي؟ ليش بس عيش مصري مع عيش ابيض؟ شو يعني؟ ما فهمت. يعني ليش لازم يكون عيش مصري كل شيء بس ما في عيش ابيض؟ هاي عيش ابيض قولي بس هاي عيش ابيض. لا النوعية غير، ها مو عيش ابيض، لازم عيش مصري لان العيش المصري كمية النشا فيه حلوة ويطلع الطعم احلى، وبعدين ينفش يصير متين فاحلى مع الورق عنب. المهم نخلطه عادل وننتظر لما الحرارة ترجع تسخن ونرجع لكم. انزين نرجع لكم. الحين بحط بقدونس بس ولا شيء اخضر غير بس. الحين حطينا البقدونس بحط ملح مو وايد، شويه كلش شويه. اي فلفل اسود هاي بحط يعني عادي. بحط الورق عنب مني، تقدرون تحطون كميات اللي تبونها مقطعه الورق عنب طبعا. هاي شنو وايد؟ لا مو وايد. لا جميله مو وايد. لا اوكي. المهم حطينا الورق عنب. الحين بنحط تقريبا ليمونتين. صلصة الطماط ضرورية، كلش ضرورية. طماط يزيد الفليفر. ها اوكي. اوكي. واهم شيء لا هاي مو صويا صوص احمد. هذه دبس الرمان. كتري يا حبيبتي، كتري زي ما تحبي كتري. حطي الكمية اللي تحسين بتعطيك اللذاذة اللي انت محتاجاها. حلو.
انا بالنسبه لي هاي شيء مهم اللي بحطه الحين، اللي هو مرق الدياي. انا قاعد استخدم نوعيه ايرانيه، حطيت تقريبا ملعقه طعام واحده، بنخلطه. بس ابي شويه ينطبخ الصلصه، عشان الصلصه اللي هو معجون الطماط زين ينطبخ شويه عشان يروح الطعم مال القوطي منه وبس. اكو طباخ وانخلط، عشان الحين ابى ارويكم المرحله الثانيه شنو بنسوي. هاي الطقه لازم طقه الامهات. اوكي خلاص ما صخت زين. قبل لا نصك على الجدر بحط ماي. لا تحطون وايد هو لانه مو صالونه، بس لازم تحطون كميه ازيد من الكميه العاديه لان انتم تبونه لين. اوكي حلوين. احمد خلاص تعلمت الحين شلون تسوي ورق عنب، فتت ورق عنب المفروض، عشان تعرفون ان كميه الماي عوده. خل ارويكم عوده اكثر من الكميه اللي متعودين عليها. الحين اللي نسكيته برويكم انا بحطه على ايش كثر. خلنا نسكه وارويكم الخطوه الثانيه واحنا بنطقه على ايش كثر. اوكي الحين بطق عليه براشر. وين حبة البراشر؟ براشر كوكر اون 35 minutes 35 دقيقة. احنا ما نبي، احنا نبي 25 دقيقة بس، ونطقه اون وبتصير لنا احلى. ما بكمل تابعوا. الحين بنسوي الطحين اللي بنحط فوقه. الطعم روعة واسهل من كذي ما ميش. حق ورق العنب عندي روب، عندي طحينة توني مبطلت براند نيو. زين Buy it from where? برودة. شلون بايت فروم وير؟ حكي عربي يا ماما، عربي. وين شريتي؟ البرادة. زين حطيت قفشتين طحينة. طحينة بحط ليمون شوية عود مو وايد. زين ملحي. ملوك باقة شو اسمه الخلاطة. وين الوسك الصغير ملوك؟ عقب ما صدنا جميلة رد هاندد بايقة ذي تقول بتودي اثيوبيا بتصنع منه صغار. تسوي لها مصنع. بتحطين الليمون؟ لا صابراي شوية. شكله فلافي كريم. اي فلافي كريم تبعات. لوكس فلافي. لا لان صار ثقيل كذي نحط عليه ماي. الحين بيكون الصوص بارد. اي يصير صوص حلو. لحظة اكو بتشرين كل مكان ان شاء الله. زين بعد نخليه شوية اخف. نتفه اللي تسمعونه صوت جميلة قاعدة تقلي لنا الخبز. الله يخليها ويطول في عمرها ويخليه لنا طول العمر. لومي صح لا؟ حطينا لومي زيادة. تبين بعد ليمون؟ صح لا جميلة طول العمر. ساكتة اكي قالت ايه الحمد لله خفت. زين وهاي برز عندي الروب اللي بنحطه فوق الفتة. وتشوفوا الجمال، شوفوه اكو بحط عليه. بيرفكت سيركل بالضبط. حط عليه كذي. زين ملوك عطيت. شوفوا حار. زين حار الخبز بس بعد بحط عليه. تبين لا تحركني ماما. قهوة. هذه نتيجتنا النهائية. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال.
اسهل والذ من كذي صدق ما ميش، ما في، لا تحاولون، ما في. جربوا طريقتي وقولوا لي رايكم.